مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. افتتاح أسبوع تنظيمات فرق الورود الحمراء على مستوى البلاد في مدينة كرم. تنظيم دورة تدريبية للتعليم التمهيدي في كلية الزراعة بحمل مال. قسم الإحصاء بالإقليم الأوسط يعمل على تنظيم وتوثيق البيانات. أستراليا تطرد سفير إيران وطهران تدرس الرد. الرئيس الصيني يؤكد أن العلاقات مع روسيا هي الأكثر استقرارا. فنزويلا تشن عملية عسكرية ضد تهريب المخدرات من كولومبيا. مرحبا بكم. العناوين إلى التفاصيل. افتتحت اليوم 26 من أغسطس بمدينة كرن فعاليات تنظيمات فرق الورود الحمراء للمرة الأولى على مستوى البلاد، والتي ينظمها الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا تحت شعار ألحاننا انعكاس لقيمنا. حضر مراسم الافتتاح حاكم اقليم عنسبة سفير عبد الله موسى، وقائد الجيش الشعبي العميد تخلي لبسو، ورئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا سيد صالح مدين، وأعضاء فرق الورود الحمراء القادمين من الأقاليم الست، بالإضافة إلى العديد من المدعوين. وأوضح مسؤول الاتحاد في إقليم عنسبة سيد أزازي برختعبة أن فرق الورود الحمراء هي أولى تأطيرات اتحاد الشباب الهادفة إلى مواصلة وربط تاريخ التنظيم الوطني والقيم الثورية، والتي تلعب دورا في تأطير وتوعية المجتمع عبر الفنون والأناشيد. وذكر أن تنظيمات فرق الورود الحمراء تشمل أكثر من 4200 شاب، 55% منهم من الشابات، وينشطون في 139 تنظيما، وأن الفعاليات التي نظمت ل11 يوما يشارك فيها 170 عضوا ممثلا للمجموعات. وأشاد حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بجهود اتحاد الشباب في تأطير وتنظيم هذه التنظيمات، مشيرا إلى دورها في توعية المجتمع وترسيخ الانتصارات التاريخية في نضالنا. وتتضمن الفعاليات التي ستستمر من 26 من أغسطس وحتى 5 من سبتمبر محاضرة عن تاريخ فرق الورود الحمراء وأهمية الأناشيد الوطنية في بناء الهوية والتعريف بالرقصات التراثية للقوميات الإريترية، بالإضافة إلى زيارة المواقع التاريخية. تقوم وزارة التعليم بالتعاون مع شركائها بتنظيم دورة تدريبية لمعلمي التعليم التمهيدي في كلية الزراعة بحمل مالو ل 1106 متدربا، 95% منهم من الإناث من أقاليم عنسبة والقاش بركة وشمال البحر الأحمر والإقليم الأوسط. وأوضح عضو قسم تنمية القدرات البشرية ومنسق التدريب في وزارة التعليم السيد داوود كفليسوس أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تحسين جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي. وأضاف أن أغلب المشاركات في التدريب هن من الأمهات اللواتي درسن حتى الصف الثامن واللواتي أكملن التعليم الجامعي ل4 سنوات، إضافة إلى حوالي 300 من منتسبات الدفعة 37 للخدمة الوطنية. وقال أن التدريس عموما والمرحلة التمهيدية خاصة تتطلب مهارات وتقنيات عالية والمزيد من الصبر. وعبر المتدربون عن امتنانهم لهذه الفرصة، مؤكدين استعدادهم التام لتلبية متطلبات المهنة التي سيلتحقون بها. وقال حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى خلال لقائه المتدربين يوم 25 من أغسطس أن التدريب الذي تقدمه الحكومة يهدف إلى إحداث تغيير ملموس من خلال تنمية الموارد البشرية، وأن الأمهات المتدربات سيساعدن بقوة في نجاح المهمة. أفاد قسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية في إدارة الإقليم الأوسط أنه يعمل على تنظيم وتوثيق البيانات التي ستسهم في اتخاذ القرارات. وأوضح مسؤول وحدة جمع وتحليل وتنظيم البيانات في القسم السيد أمانيال إسحاق لوكالة إرينا أن القسم يعمل على جمع البيانات ذات الأهمية الإدارية على مستوى الإقليم وأقسامه إلكترونيا، وتجهيز منصات لجمع البيانات وتحليل ما تم جمعه، بالإضافة إلى توثيق بيانات السكان والعائلات الإدارية في مكاتب المديريات لتسهيل الأعمال الإدارية إلى جانب أعمال أخرى ذات صلة. وأضاف أن منصة البيانات تشمل سجلات الميلاد وعقود الزواج وشهادات الوفيات وسجلات العائلات والجمعيات الأهلية لتكون متوفرة في مكاتب إدارات المديريات، ومن ثم تأكيد تقديم الخدمات الإدارية اللازمة لسكان الإقليم الأوسط حسب الإجراءات المطلوبة عند المعاملات. وذكر السيد مانيل أن المواطنين سيتمكنون من تلقي خدمات السجلات المدنية بسلاسة بتعبئة البيانات الأساسية المجهزة في إدارات المديريات،
والتقدم بطلبهم عند مكتب السجلات المدنية، مؤشرا إلى أن 60% من السكان الذين هم دون 18 عاما لديهم شهادات ميلاد موثقة حتى الآن. وحث مسؤول الإدارة والمالية في مديرية وسط المدينة المواطنين لتقديم الأوراق القانونية اللازمة عند تقديم طلب الحصول على الخدمات الإدارية، حيث تسهل عملية تلقي الخدمات المطلوبة واستكمال البيانات الإدارية الضرورية بتسجيلها في منصة نظام المعلومات التابعة لإدارة الإقليم الأوسط. أوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية بريخ السيد محرت أب هلبي تنفيذ أنشطة فاعلة للحفاظ على المياه والتربة والتشجير تجرى في المديرية بمشاركة السكان والطلاب وقوات الدفاع، وأشار إلى قرص حوالي 273 ألف شجرة على مساحة 225 هكتارا في 21 قرية منذ مارس الماضي، وأوضح بأنه سيتم تسيير دوريات حراسة في مناطق التشجير. وأفاد مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد كفلزجي كفل مريم بأنه تم قرص حوالي 5000 شتلة على طول الطريق من قشيت وحتى صعدة كريستيان، ومن صعدة كريستيان وحتى عدي بديل وعدي قبرو. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني أحمد صادقي وسحبت سفيرها من طهران، وعلقت عمليات سفارتها هناك متهمة إيران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ميلبورن وسيدني، ومعلنة أنها ستعمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فيما قالت طهران أنها تدرس الرد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي أن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد. وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها أستراليا سفيرا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في دوره أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن أجهزة الاستخبارات توصلت إلى نتيجة مقلقة للغاية، مفادها أن إيران دبرت هجومين على الأقل معاديين للسامية. في دوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد السفير، مؤكدا أن أي تصرف غير لائق على المستوى الدبلوماسي سيقابل برد ممثل. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات مع روسيا هي الأكثر استقرارا ونضجا وأهمية استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم، حسب إفادات وكالة الصحافة الفرنسية. وأشاد شي خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياشيسلاف فولوفودين بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أنها مصدر ثابت للسلام العالمي، حسب إفادات محطة CCTV التلفزيونية الرسمية. وأكد بأن على الجانبين العمل معا لحماية الأمن والمصالح التنموية للبلدين وتوحيد دول الجنوب والحفاظ على التعددية الحقة ودفع النظام العالمي نحو المزيد من الإنصاف والعدالة. ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين هذا الأسبوع للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، بالإضافة إلى حضور احتفالات الذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية. أعلنت فنزويلا نشر 15,000 عنصر من قوات الأمن على حدودها مع كولومبيا لمكافحة تهريب المخدرات. وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو في مؤتمر صحفي أنه تم إجراء تعزيز عملياته في ولايتي زوليا وتاتشيرا على الحدود مع دولة كولومبيا. وتتهم الولايات المتحدة نيكولاس مادورو ومسؤولين مقربين منه بقيادة كارتل لوس سولوس، كارتل الشمس المدرج على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وتتمركز حاليا في المياه الدولية قبالة فنزويلا 3 مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، في حين تقول واشنطن أنها تريد تنفيذ عمليات ضد تهريب المخدرات. في الخبر الأخير، وقعت باكستان وبنغلاديش 6 اتفاقيات تعاون من المتوقع أن تعمق المشاركة الثنائية بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا. وتم توقيع الاتفاقيات التي تشمل السفر بدون تأشيرة للدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى دكا، وهي أول رحلة رفيعة المستوى من نوعها منذ أكثر من عقد. وكانت المشاركة التجارية والدبلوماسية بين إسلام أباد وداكا شبه معدومة على مدى العقد الماضي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المحاكمات التي أجرتها بنغلاديش بشأن صراعها عام 1971 من أجل الاستقلال عن باكستان.
والتي اتهمت بقتل الملايين خلال النزاع. كما توترت العلاقات بسبب الموقف الذي ينظر إليه على أنه مؤيد للرئيس السابق الشيخة حسينة. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح أسبوع تنظيمات فرق الورود الحمراء على مستوى البلاد في مدينة كرم. تنظيم دورة تدريبية للتعليم التمهيدي في كلية الزراعة بحمد الله. قسم الإحصاء بالإقليم الأوسط يعمل على تنظيم وتوثيق البيانات. أستراليا تطرد سفير إيران وطهران تدرس الرد. الرئيس الصيني شي جين بينغ يؤكد أن العلاقات مع روسيا هي الأكثر استقرارا. وفنزويلا تشن عملية عسكرية ضد تهريب المخدرات من كولومبيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.